يا صباح الخير. النهارده هنعمل مع بعضنا بيتزا اقتصاديه سهله قوي وسريعه قوي ومختلفه جدا، هتعجبكم قوي 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 وتقدري تعمليها في اي وقت. بصوا جمالها، كلها الوانات وكلها حاجه كده مبهجه، حلوه قوي قوي. والعجينه بتاعتها بصوا مش عجينه يا جماعه، والله هتحسي انك انت بتاكلي حاجه كده تحفه جميله قوي. يلا نشوف خطواتها. معايا هنا نص كيلو دقيق، هحط عليه رشه ملح، هحط عليه رشه سكر، وهحط عليها 3 معالق لبن نيدو، اللي هو اللبن الاكياس العادي خالص البودرة ده، هحط عليها 3 معالق منه. تمام. وهحط عليها معلقه بيكنج باودر. انت كده بتخدمي العجينه بتاعتك، بتبقى حلوه قوي. وحطيت عليها كيس خميره. طبعا هنقلب كده المكونات الجافه كده مع بعضها، الحاجات اللي انت حطاها دي جميله قوي قوي. ومعايا طبعا كوبايه ميه دافيه، مش سخنه قوي ومش ساقعه، لا هي دافيه على قد ما هتشوفي طبعا ايه. يعني الميه اللي انت هتحتاجيها قد ايه. هي خدت مني كده كوبايه، واديني اهو بكمل عليها، يعني هزود كمان اكتر من الكوبايه. ومعايا هناك كده هنا اهو قيمه 3 معالق زيت. تمام. طبعا انا هفضل هدعك فيها بقى وهعجن فيها جامد جدا 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 جدا. تمام. لحد ما تلاقي العجينه بقت لونها ابيض خالص في ايديكي كده. انا هنا خلصتها، هسيبها بقى ترتاح خالص وتخمر معايا، وهلفها في كيس عشان الكيس هو اللي هو اللي بيسخن لي الحاجه وبيخليها تخمر معايا. طبعا هنا انا معايا الحاجات اللي انا هحطها عليها يعني. تمام. انا هنا معايا فلفل رومي هقطعه حلقات. طبعا اللي حابب يحط عليها فلفل حراق او عايزها سبايسي يحط عليها فلفل حراق. وهنا معايا 3 طماطميات هبشرها، انا مش هنزلها على النار خالص. هنا انا هبشر الطماطم بتاعتي. هنا كده انا خلصتها، هحط لها التوابل، ملح، سكر، فلفل، كزبره وزعتر وبس كده. هو ده اللي انا حطاه. واحط لها شويه زيت صغيرين، واحط توم باودر وبصل باودر، معلش انا نسيت. هقلب الحاجه كده كويس قوي قوي مع بعضه. هنا بقى الحاجات اللي انا هشتغل بيها. معايا الصلصه والزيتون وموتزاريلا وجبنه مبشوره، ومعايا الفلفل بتاعي. هنا بصوا خمرت وبقت حاجه تحفه عظمه بجد، جميله قوي قوي قوي. الطريقه دي حلوه، واهم حاجه فيها عجنها. هنا الكميه دي يا بنات عملت لي مقدار 3 صواني. هنا طبعا انا جبت صينيه بتاعتي، هديها بس كده مسحه زيت خفيفه، وهفردها بايديا، ولا نشابه ولا اي حاجه، شغاله عادي خالص بايديا. ادي الطماطم بتاعتي اللي انا بشرتها اهي، هديها طبعا دي اول حاجه دهنه طماطم اللي انا عاملاها دي كده. تمام. وبعد كده هنزل بيها بالفلفل وهفرده كويس قوي قوي في الصينيه. حلوه قوي، جربيها بالطريقه دي. طبعا انا بقى اولادي بقول لهم ايه يا جماعه، مش لازم نحط ان احنا نحط طماطم. قالوا لي لا يا ماما بنحبها كده، انا حاساها بقت بيتزا شرقي. قالوا لي لا يا ماما احنا بنحبها. خلاص يعني بتحبوها حبوها. تمام. هنا حطيت بشر الجبنه الرومي، وهنا معايا الزيتون، واخر حاجه هنزل بيها هي الجبنه الموتزاريلا. هي سهله قوي وحلوه قوي وخفيفه واكله يعني ب3 صواني بيتزا. انا عملت يعني 3 بتمن واحده من بره، وحلوه قوي بجد، جميله قوي قوي. جربوها كده هتعجبكم قوي بالطريقه دي. تمام. هنا بقى خلاص هدخلها الفرن، هتقعد في حدود 25 دقيقه كده. انا خرجتها، حاجه حلوه قوي. بصوا العجينه بتاعتها عامله ازاي. بصوا سفنج يا جماعه، حاجه تحفه حلوه قوي قوي، جميله قوي. جربوها بالطريقه دي. المهم دعموا القناه وما تنسوش اللايك والاشتراك.